المغرب ينهي أشغال مشروع الربط المائي أو ما يسمى بطريق السيار المائي، حيث يعد أول مشروع في إفريقيا من هذا النوع ربط مياه حوض سبو بمياه حوض أبي رقراق، مشروع كلف خزينة الدولة ملايير الدراهم. وفي التفاصيل، أفادت وزارة التجهيز والماء بأن الأمطار المكعبة الأولى من مياه حوض سبو وصلت يوم أمس إلى حوض أبي رقراق، وذلك في إطار إنجاز الشطر الاستعجالي لمشروع ربط حوض سبو بحوض أبي رقراق. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن هذا المشروع الضخم يأتي انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الواردة بالخطاب الملكي ل 14 أكتوبر 2022 حول الربط المائي البيني للأحواض المائية. وأبرزت أن هذا المشروع يهدف إلى تحويل فائض مياه حوض سبو التي كانت تضيع بالمحيط الأطلسي إلى حوض أبي رقراق من أجل تأمين تزويد محور الرباط الدار البيضاء بالماء الشروب لساكنة تقدر بحوالي 12 مليون نسمة، وكذا تخفيف الضغط على سد المسيرة. وأشارت الوزارة إلى أن إنجاز هذا المشروع تطلب ما يناهز 9 أشهر، حيث تم الشروع في تشغيله تدريجيا ابتداء من يوم 24 أغسطس 2023 لإجراء التجارب اللازمة على المعدات وتحويل المياه بصبب أولي لا يتعدى 3 متر مكعب في الثانية، مضيفة أنه سيتم في غضون الأسابيع القادمة الزيادة تدريجيا في صبيب المياه ليصل إلى 15 متر مكعب في الثانية، مما سيمكن من تحويل حجم سنوي من فائض مياه حوض سبو يتراوح ما بين 350 و 400 مليون متر مكعب. ويتكون هذا المشروع الذي تقدر كلفته الإجمالية بحوالي 6 ملايير درهم من منشأة لأخذ الماء على مستوى سد المنع على وادي سبو و67 كيلومترا من القنوات الفولاذية بقطر 3100 ملم، ومحطتين للضخ بصبب 15 متر مكعب في الثانية، وحوض لإيصال الماء لحقنة سد سيدي محمد بن عبد الله.